السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ نتمنى لكم تكونوا بخير وعلى خير. معكم عطوف من قناه حكايات عطوفه. جيت وجبت لكم واحد القصه جديده، قصه ديال واحد البنت زوجت بواحد الراجل كبير. الكبير هو الله. ايوا نوريكم شنو دارت ليه. خليكم معايا وما تزابيوش باش تعرفوا اشنو وقع. ولكن قبل ما ندخلوا في القصه غنطلبكم واحد الطلب اللي هو روتيني. الله يخليكم ما تبخلوش عليا باللايك وبالتعليق وبالاشتراك الا كنتي اول مره كتشوف القناه باش تساعدني نزيد القدام. صافي يلا ندوزو للقصه ديالنا. السلام عليكم. بغيت نعاود لكم قصتي. بكثرة ما تكرفس عليا راجلي حرمته من رجولته وخليته ما قادش يهز فيا الراس، وليت انا وياه بحال الخواتات. انا حاليا عندي 24 عام، تزوجت على 18 عام. الاب ديالي واحد الانسان على قد الحال. حنا عايشين في العروبيه. حنا بينا 3 ديال البنات. الكبيره فينا من بغى بواها يزوجها تسلف وتكلف من عند اللي يسوى واللي ما يسواش باش يوصل لها لدار راجلها. من نهار دار ليها العرس والدقه ما كيحيدش من دارنا. الناس باغا رزقها وبابا ما عندوش مين يعطيهم. ومن هذاك النهار بابا قرر انه اللي غادي يتزوج بينا يدينا بحوايج اللي لابسين. المهم مشات الايام وجات الايام وجا خطب فيا واحد كبر مني ب25 عام. انا ما حملته ما قبلته، ولكن للاسف والديا بغاوه وقالوا انه هو اللي غادي يفكهم من الكريديات ويعاونهم. بكيت حتى بردت وقالوا لي يا والديا منو ما تخلاقي وهو اللي غتاخدي. قلت لها ماما راه كبر مني، راه قد بابا وشوفي حالته كي دايره. قالت لي يا بنتي كو كنتي كتعرفي كاع ما تدوي. الرجال كيعيبوا جوج ديال الحوايج، جيبو ورجولته، وما حدد السيد عنده هاد الجوج ما عندك علاش تهضري. بكيت حتى عييت وحسيت بوالديا ما كيحملونيش، بحال بغاو يبيعوني بحال البقره. وليت كنمشي انا وماما وهو باش نتقداو للعرس، وفين ما كندخل شي محل كياخد الراي ديالي في التفاصيل الممله، لدرجه مالي المحلات كيقولوا لي والديك عندهم الذوق، امك وباك تبارك الله عليهم. انا كنحشم، اما الشارف كيعجبو الحال وكيبدا يضحك ويقول لهم هادي راها مرتي. فين ما كنخرج معاه كنرجع للدار وكنبقى نبكي حتى كنتفش، لدرجه انني ما بقيتش كناكل. ونهار على نهار العرس كيقرب وانا كنقول يا ربي توقع شي حاجه باش ما نتزوجوش، راني ما حامله ما قابلاه. حتى جا النهار اللي درنا فيه العرس ومشيت لداري وتمنيت لو كان مت وما ندوش مع هذيك الليله. ما حملته لا يقرب ليا ولا يقيسني، وريحه فمه والنفس ديالو كانت تخنق، اما العرق اللي خارج منه ما نهضروش عليه، بالخصوص انه كيبدا يعرق بمجرد ما كيجلس حدايا. وهادشي كامل كنظن ما كايناش شي وحده اللي تقدر تصبر عليه، والعلاقه دائما وكيولي بحال شي حيوان. وانا كنبكي وسط ديك العلاقه تقهرت، هو ما على بالوش تفرقعيه ولا. المهم هو انه يوصل لحاجته. هو الصراحه ما مخصصني من حتى شي حاجه، واللي حليت عليها فمي كتجيني. نهار ولدت ولدي فرحت بزاف، قلت هنا ما بقاش غيقرب ليا، ولا فين ما يجي عندي كنقول ليه مريضه عيانه بقى ما بريتش. هو ما كانش كيحن فيا والو، يقدر يضربني باش يوصل داكشي اللي بغا. بقيت على هاد الحل مده طويله، حتى لواحد النهار كنت طالعه نازله في اليوتيوب وكنتفرج في دوك الفيديوهات على فوائد الزيوت، او طحت في واحد الفيديو كيهضر على زيت الخروع والفوائد ديالو للشعر والشفران. والحوايج الخايبين فيه انه ما خصش الراجل ياكلو ولا يشربو، حيت كيأثر على القدرة الجنسية ديالو بواحد الشكل خايب. انا وقفت وعاودت الفيديو كتر من 10 ديال المرات،
وانا كنفكر كيفاش نستافد من هادشي اللي سمعت. وفعلا لبست جلابيتي وخرجت، مشيت جبت عرام ديال ديك الزيت ووليت كنديرها ليه في الماكله. اي حاجه طيبتها ليه كنطيبها بداك الزيت. ومن السيمانه الاولى بانت النتيجه، ما بقاش يقدر يدير معايا شي حاجه وعطاني اتساع بالمره. انا فرحت، قلت هادشي علاش كنت كنقلب من شحال هادي. ومن داك النهار وهو حشمان ما كيقدش يهز فيا الراس، عينو ما كتجيش في عيني، ما بقاش يقدر يشوف وجهي. وانا بطبيعه الحال استغليت الفرصه وليت كنتنمر عليه وكنقول ليه مات ليك الحوت. وهو شاف التعيا ومشى عند الطبيب، خرج لي عرام ديال الدوايات، هو بالدواء وانا بزيت الخروح، لدرجه ان داك الشيء ما قضى معاه حتى شي حاجه. لدرجه ولا كيقول لي انا واقيلا شرفت داك الشيء علاش ما بقيت كنقدر نقيسك. انا فرحت بزاف، وخا بعض المرات كأنبني ضميري وكنقول هو ما يستاهلش هاد الشيء. على الاقل كان مزيان في شي حوايج، ولكن غير كنتفكر داك الشيء اللي كيدوز عليا كنقول يستاهل. ولكن واخا هكاك بغيتكم تنصحوني وتقولوا لي واش هادشي اللي درت مزيان ولا لا. واش غنقول لك اختي، من وجهة نظري هادشي اللي درتي ماشي مزيان، لان فيه ظلم ليه هو. كان بامكانك انك تجلسي معاه وتحاوري معاه وتناقشوا اليوم على غدا اليوم على غدا حتى يولي يفهم وتختاري. واهم من النقاش هو انك تختاري وقت النقاش، حيت ماشي اي وقت كنقدروا نهضروا معاهم نهضروا فيه مع شي شخص. مهم انا بالنسبه لي ظلمتيه، خصوصا انك قلتي ما مقصر معاك في حتى شي حاجه. نخليو الاراء ديال المتابعين ديالي نشوف واش غادي يقولوا لك. أعزائي، وصلت النهاية ديال القصة، كنتمنى تكون نالت الإعجاب ديالكم واستفدتوا منها. وبالنسبة للرجال ردوا بالكم وردوا بالكم زيدوا ردوا بالكم زيت الخروع. أنا براسي أول مرة كنسمع هذه المعلومة ديال زيت الخروع. زيت الخروع ياك زيت الخروع كنعرفوا أنه الشعر والبشرة، لكن هذه المعلومة هذه الصراحة عمرني ما جات في بالي. المهم ردوا البال منها وما تبخلوش على هاد الاخت بالنصيحه. وشكرا لكم على حسن الاستماع، وما تبخلوش عليا بالتعاليق وباللايك. تلاقوا في قصه اخرى ان شاء الله. هاد القناه راني ميكت عليها شويه حيت راه قلت لكم عندي مشكل مع اليوتيوب، راني كنحاول نعدل فيها. يلا نطولش عليكم، تلاقوا في قصه اخرى ان شاء الله.